السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده اليوم السادس معانا في دوره البط بتاعنا. ده شكلهم يا جماعه، انا مخرجاهم هنا بره المكان بتاعهم علشان بس انضف لهم مكانهم. ده مكانهم معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، وانا قلت لكم هشوف النهارده يا ترى هيطلعوا ريحه ولا لا. وللامانه هم مطلعين ريحه بس بسيطه، مش اللي هي ريحه البط اللي هي بتبقى فزه قوي واللي هي تضايقك. هم مطلعين ريحه بسيطه جدا. فانا دلوقتي كل اللي هعمله ان انا هسيبهم بره كده زي ما هم، وهنضف لهم مكانهم، وارجع احط لهم نشاره، واحط لهم بردك الماده اللي هي بتتحط فوق النشاره، ونرجع نشوفهم مع بعض ونكمل مع بعض الفيديو. دلوقتي يا حبايبي بعد ما نضفنا كده تحتيهم ومسحت بالشكل ده، هبتدي ارش النشاره بتاعتهم. بسم الله، هبتدي ارش النشاره كده. وافردها بصوا يا جماعه، النشاره اصلا جايه غامقه، يعني مش يعني عشان ما حدش يقول بس ان هي متوسخه، لا هي النشاره اصلا غامقه لو واضحه كده عند حضراتكم. طبعا بقى اي خشب كبير زي ده كده ابتدي اشيله. افردها حلو كده تحتيهم، وابتدي ارش عليها الماده بتاعتنا. احط بس نزود شويه نشاره هنا عشان النشاره ما تبقاش خفيفه عليهم ويبقوا نايمين على السيراميك على طول او على البلاط على طول بالشكل ده حبايبي كده. ابتدي ارش ابدا زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، وارشها كده في كل مكان، كمان من جوه كده معانا. يعني على قد ما تقدروا حبايبي توزعوها في المكان كله. هي بصراحه فارقه، يعني هي فارقه في الريحه جدا، بس النهارده لما دخلت لهم لقيت ريحه، بس ريحه بسيطه، اللي هو مثلا كانك سايباهم بقالهم اسبوع مثلا ما بتنضف لهمش او حاجه. عفوا. يعني الريحه اللي هو ايه، مش عارفه اوصفها لكم ازاي. لا مش كانكم بقالكم اسبوع، لا اسبوع دوت يعني كانت هتبقى الريحه وحشه جدا. لا بس هي ريحه خفيفه قوي، انا مش عارفه اوصفها لكم ازاي، بس هي ريحه خفيفه قوي مش واضحه، يعني بره البلكونه مش باينه. دلوقتي انا هبتدي ادخل البط بتاعنا ونرجع نحط له الاكل مع بعض. دلوقتي حبايبي بعد ما دخلتهم مكانهم كده نبتدي نحط مع بعض الاكل. بسم الله. من الميه ده شكلهم معانا يا حبايبي. يا ريت لو عجبكم الفيديو
فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.